السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبنا في تانية ثانوي في فيديو جديد وهو آلية النقل في النباتات الرقية. بعد يا شباب طبعا مع بعض كده آلية النقل في النباتات الرقية. بعد يا شباب ما الحصة اللي فاتت عرفنا إن الخشب هو اللي بينقل الماء والأملاح من التربة إلى الورقة، وعرفنا إن اللحاء هو اللي بينقل الغذاء. فاحنا النهارده مع بعض يا حبايب قلبي جايين نعرف الخشب ده ازاي بيعمل نقل الماء والاملاح من الجذور تحت لحد الاوراق فوق، وازاي اللحاء بينقل الغذاء من الورقه فوق الى بقى الورق الثاني. لو مثلا الورقه دي بتعمل عمليه بناء ضوئي والورق الثاني ما بيعملش عمليه بناء ضوئي ومحتاج مثلا جلوكوز، فازاي بقى اللحاء هينقل الغذاء ده من الورقه دي للورقه الثانيه اللي هنا، ومن الورقه دي الى الساق، ومن الورقه دي الى الجذور. تمام، ده اللي احنا جايين نعرفه النهارده، اللي هو آلية نقل الماء والأملاح وآلية نقل الغذاء. ده يعني إيه كده؟ مقدمة سريعة عشان تفهم إحنا داخلين عليه. أول حاجة مع بعض كده آلية نقل الماء والأملاح في أوعية الخشب. طيب السؤال ده يا دكتور مهم جدا جدا جدا. ليه بقى يا شباب؟ لأن إحنا مثلا عندنا الأشجار دي يا شباب بيكون طولها 20 متر، يعني بما يوازي مثلا 7 أدوار. تمام. فالسؤال دلوقتي ازاي يا دكتور الميه تحت هتنتقل من الجذور تحت لحد ما توصل للورق فوق على بعد 20 متر، يعني تتكلم في 7 أدوار. اذا كان يا دكتور لو انا مثلا ساكن في الدور الثالث الميه مش بتطلع لي غير بموتور، ازاي بقى الميه بقى طلعت المسافه دي كلها؟ فاحنا كان عندنا العلماء اكتشفوا 4 نظريات، اول 3 غلط وفي واحده صح اللي هي الاخيره. تمام. طيب تعال ناخد اول نظريه اللي هي غلط، خلي بالك، الا وهي نظريه الضغط الجذري. طيب يا دكتور هو يعني ايه الضغط الجذري؟ قال لك ركز معايا. دلوقتي عندك ده نبات، تمام، ده نبات اهو، ودي كده الجذور ودي كده الاوراق. رائع الكلام ده، رائع الكلام ده، عشان بس ننهي الضغط الجذري ده سريعا. وانا عارف ان الجذور بيكون طالع منها شعيرات جذريه، الجذور بيكون طالع منها ايه؟ شعيرات جذريه. طيب انا عارف يا دكتور ان الشعيرات الجذريه دي يا دكتور بتكون لو كبرناها كده مثلا دلوقتي هتلاقي انها بيكون فيها الشعيرات الجذريه دي بيكون فيها فجوه عصاريه عاليه في تركيز الاملاح. يبقى الفجوه العصاريه بتاعه الشعيره الجذريه دي تركيزها من الاملاح عالي، فبالتالي الفجوه العصاريه دي هتمتص الماء بالخاصيه الاسموزيه من التركيز الاقل للاملاح اللي هو التربه الى التركيز الاعلى للاملاح اللي هو الفجوه العصاريه بتاعه الشعيره الجذريه. فدلوقتي يا دكتور الشعيره الجذريه دي هتمتص الماء بالخاصيه الاسموزيه، والشعيره الجذريه دي يا دكتور هتمتص الماء بالخاصيه الاسموزيه، ودي هكذا ودي هكذا ودي هكذا ودي هكذا ودي هكذا ودي هكذا ودي هكذا. فاحنا عاملين نمتص ميه. فده هيعمل ايه يا دكتور؟ قال لك ده هيخلي الجذر يمتلي بالميه. طب يا دكتور لما الجذر يمتلي بالميه ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيحصل لك ضغط امتلاء للجذر بالماء. يعني الجذر يعني من كتر ما شرب ميه ده عمل ضغط امتلاء للجذر ايه؟ بالميه، يعني بقى في ميه كتير في الجذر، ده معنى ضغط امتلاء للجذر بالماء. طب يا دكتور في قول اخر يعني ايه ضغط امتلاء للجذر بالماء؟ قال لك يعني الضغط الجذري، اللي هو ضغط امتلاء الجذر بالماء. تمام، اللي هو من كتر ما الجذر شرب ميه بقى في ضغط امتلاء للجذر بالماء اللي هو الضغط الجذري. تمام. طب يا دكتور لما يكون في ضغط جذري او ضغط امتلاء للجذر بالماء، هنا دلوقتي الجذور بقت فيها ميه كتير، ايه اللي هيحصل؟ لك الميه تطلع لفوق، يعني الجذور فيها ميه كتير فالميه فيها هتبدا انها ايه؟ تطلع لفوق اهي. هي دي خاصيه الضغط الجذري. طيب سؤالي بقى يا دكتور، ليه الضغط الجذري دي نظريه خاطئه؟ قال لك اول حاجه لان يا شباب قوه هو القلم ده بقى قرب يتكسر، ماشي يا شباب، قوه الضغط الجذري قوه ضعيفه. ما هو الضغط ده قوه، فهي قوه ضعيفه مقدارها 2 ضغط جوي. يعني ايه يا دكتور من الاخر؟ يعني ايه الضغط الجذري قوه ضعيفه مجرد 2 ضغط جوي؟ قال لك يعني من الاخر قوه الضغط الجذري مثلا اخرها توصل الميه مثلا على بعد نص متر، لانها قوه ضعيفه، اخرها هتزق نص متر مش اكتر من كده. طيب انا دلوقتي يا دكتور بكلمك ان شجر 20 متر، ايه نص متر ده نص متر دي يا دكتور يعني معلش مش قصبه الشجره دي مش ركبتها، لا مش هينفع عشان هي قوه ضعيفه بقى مش هتنفع. طيب ايه تاني يا دكتور؟ برضو بيقول ان الضغط الجذري دي مش هي الخاصيه اللي بتقول اللي بتفسر لي انتقال الماء في الاشجار الطويله. قال لك ان اصلا انت عندك في نباتات
في نباتات ما عندهاش ضغط جذري، ما عندهاش ضغط جذري، زي النباتات معرضات البذور مثل الصنوبر. طيب يبقى يا دكتور انت عايز تقول لي ايه يعني؟ عايز اقول لك ان الصنوبر ده يا شباب ما عندوش ضغط جذري، ومع ذلك الميه بتنتقل فيه من الجذور الى الاوراق. طب ازاي وهو ما عندوش ضغط جذري؟ يبقى اكيد في قوه تانية غير الضغط الجذري بتفسر لي صعود الميه، فدي برضو حاجه تقول لي ان الضغط الجذري دي ايه؟ مش هي النظريه الصحيحه. طيب تالت حاجه يا دكتور، قال لك والله ان الضغط الجذري دي انا بسميها بعاطف العاطفي، قوه كده عاطف عاطفي مش نافعه معانا. ليه؟ قال لك لانها تتاثر جدا 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 بالعوامل الجويه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الجو يبقى حر يبقى فيها مشكله، الجو يبقى ساقع فيها مشكله، الجو يمطر فيه مشكله، الجو رياح فيه مشكله، بمعنى انها تاثر بالعوامل الجويه، تاثر جدا جدا بالعوامل الجويه. فلو مثلا الجو مثلا كان حر بقى ساقع، فده ياثر لي على قوه الضغط الجذري. طب يا دكتور الجو الساقع مش هينقل الميه يعني الاوراق ولا ايه؟ مش عارف. طب الجو مثلا كان ما فيهوش مطر بقى مطر، اثر لي على الضغط الجذري. طبعا كل شويه انت هتاثر لي، طب انا عايز انقل ميه اثناء المطر، طب هعمل ايه؟ فاهم؟ فدي فكره انها بتاثر جدا جدا بالعوامل الجويه. ده كله قال لي ان الضغط الجذري مش هو القوه الصحيحه اللي بيها بينتقل الماء من الجذور الى الاوراق. اي نعم هي لها دور، لكن دور يعني فاهم ضعيف جدا جدا جدا. تمام. تمام. وبرده يعني في بقى يعني حاجه كده في نظريه الضغط الجذري دي، يعني يعني ايه، عارف انت بيقولوا يعني ايه، دي حاجه حياتيه ليك. ان انت لو جبت دلوقتي ساق نباتيه، احنا تعالى هنا عشان نبقى احنا خلصنا بتاع، جبنا ساق نباتيه اهو، اوكي، وجينا قطعناها بالقرب من سطح التربه، تمام، قطعنا الجزء ده خالص ووقعناه على الارض، وسيبنا الجزء الباقي ده اللي هو المفروض يكون مدور ده، تمام. هتلاقي ان الجزء الباقي ده بيطلع ميه، قطرات ميه كده، قطرات ميه كده، قطرات ميه كده، فاهم؟ كانه مثلا بيدمع، كانه مثلا بيطلع دم، فاهم؟ طلع ميه كانه بينزف، فاهم؟ فبنسميها بعمليه الادماء. ان احنا لما نقطع ساق نباتيه بالقرب من سطح التربه بنلاقيها بتطلع ميه، قطرات ميه، قطرات ميه، قطرات ميه، قطرات ميه على الايه؟ على الساق، كانها بتنزف، فقلنا عليها عمليه الايه؟ الادماء، فاهم؟ جايه من ادماء يعني، فاهم؟ نزيف يعني، فاهم؟ طيب دي يا دكتور في ادماء هنا، قال لك والله لان الجذور عماله تشرب ميه بالخاصيه الاسمه ده، تشرب ميه بالخاصيه الاسمه ده، تشرب ميه بالخاصيه الاسمه، فده عمل ضغط امتلاء للجذر بالماء، فايه الميه طلعت على ايه؟ الميه طلعت على الساق دي، تمام، فاهم؟ فعملت كانها ايه؟ بتطلع قطرات ميه كانها ادماء يعني. فهمت الفكره؟ دي الادماء يعني، ان انت لما تقطع ساق من سطح التربه تلاقي ان الساق دي بتطلع ميه، فاهم؟ بس عشان هي بتطلع ميه عامله زي النزيف قلنا عليها ادماء. طيب الادماء ده حصل بسبب ايه؟ حصل ان الجذور بتمتص الميه بالخاصيه ايه؟ الاسموزيه، فده عمل ضغط امتلاء للجذر بالميه، فبدا الميه تطلع ايه؟ لفوق، فايه؟ بنيت الميه دي، تمام. بس خلي بالك ان الضغط الجذري اخره يوصل الميه بالقرب من سطح التربه نص متر، مش اكتر من كده. يعني انت مثلا لو قطعت الشجره دي مثلا على بعد مثلا 5 متر مش هتطلع ميه. ليه؟ لان ضغط الجذر ما ترفعش الميه دي كلها، او ما ترفعش الميه المسافه دي كلها، تمام. دي حاجه حياتيه ليك يعني. بس والكلام ده كله احنا قلناه. اللي عايز اقوله ان حته يعني ايه يا دكتور ضغط عمود الماء المعاكس؟ ضغط عمود الماء يعني جهه الجاذبيه. يعني هو من الاخر في الحته دي عايز يقول لك ان الضغط الجذري بيطلع لفوق، بيزق الماء لفوق، والجاذبيه بتزق الماء لتحت، فاهمني؟ فعشان كده الضغط الجذري مش بتدوم قوي. ليه؟ لان الجاذبيه بتشد لتحت، والجاذبيه بعد حته معينه بتكون اقوى من الضغط الجذري، فاخرك توصل نص متر مش اكتر من كده، لان الجاذبيه بتشد لتحت. فهمت الفكره؟ بس يعني دي حتى انت عايز تفهم الحته دي يعني. بس هي ما فيهاش كلام كتير، بس دي كده يا عم نظريه الضغط الجذري وكده تنتهي، تمام. اظن الحته دي مش محتاجه انها يعني، هو بالاخر بيقول لك ان الضغط الجذري بيطلع لفوق، تمام. طيب بعد فتره، وطبعا الجاذبيه بتشد لتحت، بعد فتره قوه الجاذبيه او بعد مسافه مع قوه الجاذبيه بتكون اقوى من قوه الضغط الجذري، فالميه ما تطلعش اكتر من كده، اللي هو اكتر من نص متر يعني، فاهم؟ بس تعال نخش على تاني خاصيه عندنا، هي برضو خاصيه خطيره، بس هقولها خطيره ليه، اللي هي خاصيه التشرب. العالم اللي اكتشف الخاصيه دي كان صاحبي، قال لي بص يا دكتور، قلت له ايوه يا سيدي. قال لي لعلك تعلم ان احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي الميه بتنتقل في الاوعيه الخشبيه، فاحنا دلوقتي نرسم وعاء خشبي، صح؟ قال لي ولعلك تعلم ان الوعاء الخشبي الجدار بتاعه بيبقى بيتكون من السليلوز ومرصب عليه الجنين اهو، ده كده السليلوز اللي هو اصلا الجدار، وده الجنين اللي احنا نصبناه، ده السليلوز وده الجنين. قلت له صح. وقال لي ولعلك تعلم يا دكتور برضو ان الجنين والسليلوز هي مواد غرويه. قلت له يعني ايه مواد غرويه؟ قال لي يعني مواد محبه للميه.
قلت له يعني ايه محبه للميه؟ قال لي يعني هتمتص الميه، او يعني من الاخر هتتشرب الميه هتشفط الميه، هتتشرب الايه؟ الميه. قلت له عايز تقول ايه من الاخر؟ قال لي يا دكتور يعني احنا لما نيجي ننقل الميه في الوعاء الخشبي، الجدار ده هيبدا ان هو ايه؟ يطلع الميه. ليه؟ لانه اصلا الجدار ده بيتكون من ستانلوز والجنين، فالستانلوز والجنين هيتشربوا الميه فيبداوا ان هم يطلعوها لفوق. الستانلوز والجنين هيتشربوا الميه فيبداوا ان هم يطلعوها لفوق لحد ما الميه توصل ايه؟ للاوراق. قلت له صح، انت كلامك صح، انا مقتنع بيه ان فعلا الستانلوز والجنين هيتشربوا الميه، هيمتصوا الميه لغايه ما يطلعوها للاوراق. بس يا حبيب قلبي، هل الميه دي بتنتقل خلال الجدار؟ يعني بتنتقل خلال الجدران بس، ولا بتصير خلال التجاويف؟ يعني الميه دي هتسير بس خلال الجدار بتاع الوعاء، ولا هتسير من التجاويف؟ لا يا دكتور هتسير من التجاويف. فانت فسرت لي الميه اللي بتمشي على الجدار، لكن الاكتر بقى اللي هي الميه اللي بتمشي على التجاويف بتطلع ازاي؟ ده كان ده سؤالي. فيا دكتور خصوصا نظريه خاصيه التشرب انها بينت لي جزء بسيط جدا من الميه اللي هو الجزء اللي بيمشي جنب الجدار. طب يا دكتور الجزء اللي بيمشي بقى من التجويف اللي هي الحته دي هيطلع ازاي؟ ما هو هنا مفيش تشرب، هنا مفيش لجنوس بايلوس، هيطلع ازاي؟ فكان ده سؤالنا، وكان ده قصور نظريه او قصريه او خاصيه التشرب، انها لها اثر مهم جدا في صعود العصاره اللي هي بنتكلم على العصاره اللي هي طالعه على الجدران اللي هي جنب الجدار. لكن يا دكتور العصاره اللي بتسير في التجاويف هو مش عارف ايه يبينها لي، فكانت دي مشكله خاصيه التشرب. تعال دلوقتي نخش على الخاصيه الشعريه. خلي بالك ان الخاصيه الشعريه دي يا حبيب قلبي هي خاصيه انتوا خدتوها في الفيزياء، هي خاصيه فيزيائيه اصلا. بتقول لي الخاصيه الشعريه دي من الاخر، بتقول الخاصيه الشعريه دي ان الماء بتصعد لاعلى في الانابيب الضيقه، في الانابيب الضيقه. وقتوا الزميل في الكلام ده، يعني مثلا دي طبعا شغل فيزياء بس انا بفهمه لك. يعني مثلا لو جبت اناء حبيب قلبي اهو، تمام، وجبت مثلا فيه دلوقتي اهو، يعني عايزين نصغر الاناء ده شويه، يعني اعتبر الحته دي مش موجوده، وجبت فيه مثلا اهو انبوبه تخينه بالشكل ده، تمام، وجبت فيه انبوبه ضيقه بالشكل ده، تمام، وعملت منسوب الميه لحد هنا مثلا، تمام، فهتلاقي ان منسوب الميه في الانبوبه التخينه دي وصل لحد هنا، ومنسوب الميه في الانبوبه الضيقه دي وصل لحد هنا. ليه؟ لان الميه بتصعد لاعلى فين؟ في الانابيب الضيقه. طبعا ده تحت ضغط بقى وكلام كتير وحراره يعني كلام كتير كده بتاع فيزياء مالناش دعوه بيه، تمام؟ تمام، يعني مش بيصدق احنا نشرحه دلوقتي، تمام؟ ان من الاخر ان الميه بتصعد لاعلى في الانابيب الضيقه. طيب فالعالم اللي اكتشف الخاصيه دي قال لي يا دكتور لعلك تعلم ان احنا بنتكلم على الاوعيه الخشبيه. الله دكتور الله يخرب بيت الاوعيه الخشبيه. ايوه يا عم بتكلم على الاوعيه الخشبيه اللي بتنقل الميه، عايز ايه؟ قال لي يا دكتور ان الاوعيه الخشبيه ده يا دكتور ثانيه بس، الوعاء الخشبي ده يا دكتور، الوعاء الخشبي بيكون ضيق، قطره بيكون ما بين 2/10 مللي إلى نص مللي، إلى نص مللي. يبقى قطر الوعاء الخشبي ده من 2/10 مللي لنص مللي، يعني حاجة كده يعني فاهم، فسافيسي فسافيسي، حاجة ضيقة جدا. قال لي يا دكتور إذن الوعاء الخشبي ده المية هتصعد فيه لأعلى بالخاصية الشعرية. احنا قلنا الخاصية الشعرية يعني المية بتصعد لأعلى في الأنابيب الضيقة، وأنت لسه قايل إن الوعاء الخشبي ضيق سمكه من 2/10 لنص مللي، فإذا المية هتصعد فيه لأعلى بالخاصية الشعرية. كلامك صح. طيب يا دكتور أنت قلت لي إن الخاصية الشعرية دي يعني أصلا خاطئة. طب خطأ ليه؟ قال لك يا شباب لأن الخاصية الشعرية دي آخرها توصل المية إلى 1.5 متر، أو إلى ارتفاع 1.5 متر، يعني 150 سنتي. طب انا دلوقتي يا دكتور بتكلم ان انا عايز الميه توصل ل 20 متر، 1.5 متر، ده يعني بالصلاه على رسول الله مش ركبه، مش والله ما ركبه شجره طولها 20 متر. فبرضه دي مش بينت لي ارتفاع الميه في الاشجار الطويله، مثلا زي الاشجار اللي طولها 20 متر والاشجار اللي طولها 40 متر والاشجار اللي طولها 70 متر. في اشجار طويله قوي يا ابني، فاهمني؟ فبرضه دي ما بتبينليش ارتفاع الميه لان اخرها 1.5 متر، تمام. فدي كانت مشكله الخاصيه الشعريه. اي نعم هي صحيحه، لكن مشكلتها انها اخرها توصل الميه على بعد 1.5 متر مش اكتر من كده، تمام. فكانت دي مشكله الخاصيه الشعريه. تعال بقى نتكلم عن الخاصيه الصحيحه اللي هي الخاصيه الرابعه، اللي هي ايه يا دكتور؟ اللي هي ركز معايا الله يكرمك، نظريه التماسك والتلاصق وقوى الشد الناتج عن النتح. احنا بقالنا قد ايه؟ ماشي. دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ نظريه التماسك والتلاصق وقوى الشد الناتج عن النتح. طيب اساس النظريه دي يا شباب قوى الشد الناتج عن النتح. طيب واحده واحده بقى يا دكتور عشان تقول لي النظريه دي بتحصل ازاي، اللي هي الرابعه دي اللي هي الصحيحه دي، اللي هي بتشد الميه اللي هي اصلا بتشد الميه من الجذور للاوراق. قال لك بص يا سيدي تعالى دلوقتي نرسم مع بعض كده وعاء خشبي اهو، ادي الوعاء الخشبي اهو،
اللي بينقل الميه، خلي بالك الله يكرمك ركز معايا اهو، ادي الوعاء الخشبي اهو. وادي يا دكتور خلايا القشره في الجذر اهي، دي كده خلايا القشره في الجذر، ودي كده الشعيره الجذريه. طيب وادي عندك دي يا دكتور هنا، دي كده الجذر ودي كده الساق ودي كده الورقه. فالورقه هنا الورقه بتتكون من النسيج العمادي اهو، ده كده النسيج العمادي، وفوق النسيج العمادي يا دكتور بيكون فيه البشره العليا اهو، البشره العليا، خلايا البشره العليا كانت خلايا برميليه، خلايا صف واحد من خلايا برانشيميه برميليه الشكل، وتخلو من البلاسين الخضراء، فبالتالي ما بتعملش عمليه البناء الضوئي، وكان مغطاه بطبقه من الكيوتين عشان تمنع فقد الميه. تمام. طيب يبقى انت دلوقتي عندك يا دكتور خلايا البشره العليا نسيج عمادي، نسيج اسفنجي اهو، نسيج اسفنجي، نسيج اسفنجي، نسيج اسفنجي، نسيج اسفنجي، نسيج اسفنجي، نسيج اسفنجي. وعندك هنا خلايا البشره السفلى، 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 ودي كده الصغور اللي بيحصل منها عمليه النتح. ودي كده يا دكتور الغرف الهوائيه، دي كده يا دكتور الغرف الهوائيه اللي الميه بتتجمع فيها، بعد كده بنطلعها من الصغور، فايه نسميها ايه عمليه النتح، لان يعني الميه بتتجمع هنا بعد كده بنطلعها من الصغور فنعمل عمليه النتح. تمام. تمام. واحده واحده بقى يا دكتور، قول لي قوه الشد الناتج عن النتح ده بيحصل ازاي. قال لك دلوقتي احنا عملنا نتح من الغرف الهوائيه دي، يعني الميه اللي في الغرف الهوائيه دي بدأنا ان احنا نطلعها بره. تمام. فندحناها، فبالتالي الميه طلعت لبره، فبالتالي ما عادش فيه هنا ميه. تمام. طيب دلوقتي النبات محتاج ان هو يخفض من درجه حرارته تاني، فمحتاج ان هو يعمل نتح تاني، فمحتاج ان هو يملى الغرف الهوائيه بالميه تاني. هيجيب الميه بتاعته منين؟ قال لك هيجيبها من الخلايا اللي جنبها، الخلايا دي تديله ميه والخلايا دي تديله ميه والخلايا دي تديله ميه والخلايا دي تديله ميه. طيب هيندح، فبالتالي الغرفه الهوائيه ما يكونش فيها ميه تاني. طب هو عايز يندح تاني، قال لك برضه هيجيب من الخلايا اللي جنبها. طيب الخلايا اللي جنبها دي يا دكتور وهتعمل نتح تاني. طيب بعد فتره يا دكتور الخلايا اللي جنبها دي مش هتبقى عارفه تدي للغرف الهوائيه ميه، ليه؟ لانها ما عادش فيها ميه اصلا، ما انت عمال تاخد منها ميه تاخد منها ميه تاخد منها ميه، فهي ما عادش فيها ميه، فبالتالي تركيز الميه فيها قل، وبالتالي يا دكتور تركيز الملح فيها زاد. ما هو لما الميه تقل تركيز الملح يزداد، لان عمال قلل الميه قلل الميه، فبالتالي تركيز الملح زاد. يبقى يا دكتور اذا تركيز الاملاح في الخلايا دي عالي. طيب بص كده على الخلايا اللي جنبها، هتلاقي تركيز الاملاح فيها قليل، فالميه هتنتقل من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح بالخاصيه الاسموزيه. الميه تنتقل من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، فالخلايا دي تملي بالميه تاني. طيب بعد كده تودي ميه للغرف الهوائيه تاني، بعد كده نندح تاني، تاخد من دي تاني نندح تاني. طب بعد شويه يا دكتور الخلايا دي ما عادش فيها ميه، طب هتجيب ميه من، قال لك هتجيب ميه من الخلايا اللي جنبها. طب الخلايا اللي جنبها بعد شويه ما عادش فيها ميه، قال لك هتجيب ميه من الخلايا اللي جنبها، واللي جنبها يجيب من اللي جنبها، واللي جنبها يجيب من جنبها، واللي جنبها يجيب من جنبها، لغايه ما نوصل ان احنا بنسحب الميه منين؟ من الشعيره الجذريه اللي بتسحب اصلا من التربه. يبقى يا دكتور عشان النتح اللي بيحصل هنا فاحنا شدنا الميه من هنا، شايف الخليه دي بتجيب من اللي جنبها، واللي جنبها بيجيب من اللي جنبها، واللي جنبها بيجيب من اللي جنبها، واللي جنبها بيجيب لغايه ما نوصل للشعيره الجذريه. دي كده قوه الشد الناتج عن النتح. يبقى احنا عشان النتح اللي حصل هنا شدينا الميه من تحت من الايه؟ من الشعيره الجذريه. دي كده معنى قوه الشد الناتج عن النتح. تمام. طيب انت يا دكتور بتقول لي نظريه التماسك والتراسك، قوه الشد الناتج عن، فهمنا الشد. ايه بقى التماسك والتراسك؟ قال لك التماسك والتراسك دول بيخدموا على قوه الشد الناتج عن النتح. ازاي؟ بص يا شباب، تخيل معايا كده ان قوه الشد دي بتسحب الميه كانه حبل، فاهم؟ يعني دلوقتي انا النتح بيحصل هنا فانا بسحب الميه كانها حبل. تمام. فانا محتاج ان الحبل ده ما يتقطعش. ليه؟ عشان اعرف اسحب الميه. ما هو الحبل ده لو اتقطع مثلا من هنا اخري هودي دول، لكن دول وقعوا تحت، فاهم الفكره؟ فانا محتاج ان الحبل الميه ده يدنه ماسك في بعضه. طيب ان الميه يا دكتور تكون ماسكه ببعضها، يعني الميه دي جزيئات الميه كده تكون ماسكه ببعضها، جزيئات الميه تكون ماسكه ببعضها كده عشان الحبل ما يتقطعش، فاهم؟ بحيث ان انا اعرف اسحب من فوق. طيب دي كده اسمها قوه ايه؟ قال لك دي اسمها قوه التماسك. وقوه التماسك دي يا شباب بتبقى بين جزيئات الماء وبعضها. يعني جزيء الميه ده ماسك في جزيء الميه ده، وجزيء الميه ده ماسك في جزيء الميه ده، وجزيء الميه ده ماسك في جزيء الميه، ماسكين في بعض كده عشان يعملوا حبل، فبتعرف تشدهم من ايه؟ من فوق. تمام. تمام. خلي بالك يا شباب ان جزيئات الميه بتكون ماسكه مع بعض بروابط هيدروجينيه. تمام. حاجه مش تهمك يعني، بس اديك قلت اديني قلتها لك. تمام. فدي كده قوه التماسك بتبقى بين جزيئات الميه وبعضها. طب يا دكتور قوه التلاصق؟ قال لك لعلك تعلم ان ده وعاء خشبي، فالجدار بتاعه بيكون فيه سليلوز ولجنين، الجدار بتاعه بيكون فيه سليلوز ولجنين، وانا عارف ان السليلوز واللجنين مواد غرويه محبه للميه، فبالتالي الميه دي هتبدا انها تمسك في السليلوز واللجنين، تلتصق بالسليلوز واللجنين، تلتصق بالسليلوز واللجنين، تلتصق بالسليلوز واللجنين. تمام. طب يا دكتور لما الميه دي تعمل التصاق بالوعاء الخشبي او بجدار الوعاء الخشبي، ده بيحمل الميه من ايه؟ قال لك ده بيحمل الميه من قوه الجاذبيه، والجاذبيه عماله تشد الميه لتحت، والميه محتاجه تطلع لفوق. طب يا دكتور لما يكون في جوه تلاصق ما بين جزيئات الماء او جدران الاوعيه الخشبيه، ده يعمل ايه؟
قال لك تبدا الميه مثلا ايه، احنا نشد الميه من فوق تمام خطوه، فجزيئات الميه تطلع لفوق، بعد كده تروح ماسكه في الوعاء الخشبي عشان ما تقعش لتحت، تطلع لفوق سنه، بعد كده تروح ماسكه في الوعاء الخشبي عشان ما تقعش لتحت، تطلع لفوق سنه، بعد كده تروح ماسكه في الوعاء الخشبي عشان ايه ما تقعش لتحت، عشان القوه الجاذبيه اللي ايه اللي بيشدها لتحت. فهمت الفكره؟ قوه التناسق يعني ايه بين جزيئات الميه وبين جدران الاوعيه الخشبيه، وانا فهمتك يعني ايه بتمسك فيها عشان ما تقعش لتحت لان القوه الجاذبيه بتشدها لتحت. تمام. دي كده نظريه التماسك والتناسق كويس جدا على الناتج. اهم حاجه تفهم التماسك ان هو ما بين جزيئات الميه وبعضها. اهم حاجه تعرفها من التناسق ان هو ما بين جزيئات الميه واوعيه الخشب. وقوى الشد اديني فهمتها لك ان الخلايا بتمتص من اللي جنبها واللي جنبها من اللي جنبها واللي جنبها من اللي جنبها لغايه ما توصل ايه لتحت. تمام. طبعا الخلايا بتمتص من جنبها بالخاصيه الاسموزيه، لان هنا بعد شويه لما انا اديت الميه دي تمام دي الميه فيها قلت والملح فيها زاد، فدي بقى تركيز الملح فيها زياده، وهنا تركيز الملح عادي بس يعني بس قليل بالنسبه لدي، فدي هتاخد يعني دي هتدي لدي ودي هتدي دي بالخاصيه الاسموزيه، التركيز الاقل للملح الاعلى للاملاح. طب بعد شويه دي الميه فيها هتقل، ما هو عماله تدي لدي فالميه فيها هتقل والملح فيها يزيد، فتاخد باللي جنبها واللي جنبها من اللي جنبها لغايه ما توصل على الجزء ده. تمام. دي كده قوى الشد نظريه التماسك والتناسق. قوى الشد الناتج عن ايه؟ الناتج اللي هو بيبين لي فعلا انتقال الماء بالخاصيه الاسموزيه. تمام. طيب هنا يعني هنا بيقول لك الشروط اللي لازم توفرها حتى يكون للماء قوه شد عاليه. اول حاجه ان تكون الانابيب شعريه، يعني تكون الانابيب ضيقه يعني عشان نعرف نشد الميه. طيب ان تكون جدران الانابيب ذات خاصيه التصاق بالماء. ما هو كده كده لازم تكون يعني ما هو كده كده جدران الانابيب، ما هو الانابيب دي يا دكتور عباره عن اوعيه خشبيه، وعاء خشبي، وانا عارف كده ان الوعاء الخشبي بيبقى اصلا جدار الوعاء الخشبي بيبقى اصلا سلايلوز ومترصب على اللجنين، وانا عارف كده السلايلوز واللجنين دي مواد غرويه محبه للميه، فكده كده هتكون ذات طبيعه غرويه تتصل بها الميه، يعني دي كده كده موجوده فاهمني، بس هو يعني بيجود من عنده. ماشي. ان تخلو الانابيب دي حته مهمه بقى، ان تخلو الانابيب من الفقاعات الهوائيه. ليه بقى يا دكتور؟ بص يا سيدي، تخيل كده مثلا دلوقتي ان دي فقاعه هوائيه، ماشي، دي كده فقاعه هوائيه، فبالتالي بين جزيء الميه ده وجزيء الميه ده بقى في فاصل. انا بقول لك ان ده حبل، يعني كانك عملت ايه يا دكتور؟ يعني كانك عندك حبل وقطعته، فانا بقوه الشد هشد الايه الجزيئين دول. طب الجزيئين دول وقعوا لتحت خلاص، ما هو في فاصل، في حد قطع الحبل اللي هو الفقاعه الهوائيه، قطع قوه التماسك بين جزيئات الميه اللي هو الفقاعه الهوائيه، فبالتالي الحبه دول نزلوا لتحت والحبه دول طلعوا لفوق. طب بعد فتره اعرف اسحب ميه تاني؟ مش هعرف اسحب. ليه؟ لان ما عادش خلاص، ما عادش في اصلا، ما عادش في حبل اشده، انا من فوق بشد الحبل اتقطع، فانا سحبت اخر حته من الحبل لكن بقيه الحبل خلاص وقع فاهمني، فكده النبات يموت. وده بيحصل يا شباب لما انت بتتاخر في زراعه الشتلات. لما تاخر في زراعه الشتلات تبدا الشتله تشرب هواء، فلما تشرب هواء تعمل فقاعات هوائيه في جدران الوعاء الخشبي، ولما تعمل فقاعات هوائيه في جدران الوعاء الخشبي ده بيفقد الوعاء الخشبي من قوى الايه التماسك بين جزيئات الميه، يعني بيقطع لي الحبل، فبالتالي النبات يموت لان خلاص ما عادش في ميه بيمتصها، فالنبات يموت. دي حته يعني ايه تفصيله زياده من عندي. تمام. فاحنا يا شباب لازم ان احنا الوعاء الخشبي ده يخرج من الفقاعات الهوائيه عشان نحافظ على قوى التماسك ما بين جزيئات الميه وبعضها. عارف انا دايما يعني بالمره بقى انا دايما بشبه حته قوى التماسك ده بواحد بيشد واحد في جبل، يعني مثلا على جبل في واحد فوق الجبل اهو بيشد واحد هو مثلا في نص الجبل. تمام. طيب وده حبل ما بينهم، الراجل ده عمال يشد بس الحبل ده ضعيف، فالحبل ده اتقطع من النص. ايه اللي هيحصل في الراجل ده؟ هيقع، ما هو ما عادش حد بيشده هيقع، ما الحبل اتقطع. طب والراجل ده هيعمل ايه؟ قال لك هيشد الحبه الباقيين. طب هيعرف يشد الباقي؟ ما خلاص هو وقع اصلا. فنفس الموضوع انا هشد الاثنين دول لكن هعرف اشد الباقي؟ لا، ما هو وقع اصلا، ما هو حد قطع الحبل اللي هو الفقاعه الهوائيه لكن دول وقعوا اصلا. فهمت الفكره؟ بس يعني شويه حاجات كده ايه تفاصيل يعني مش عايزين ندور فيها. بس احنا كده خلصنا آلية امتصاص الماء بالأوعية الخشبية. المفروض دلوقتي نخش على نقل الغذاء، بس قبل ما نخش على نقل الغذاء باللحاء محتاجين ان احنا نعرف تجربتين. هنبدأ أول حاجة بتجربة العالم ميتلر. ميتلر ده كان حبيب قلبي. قال لي ايه ميتلر ده؟ قال لي يا دكتور انا عايز اسألك سؤال. قلت له قول يا ميتلر. قال لي يا دكتور هل اللحاء هو فعلا اللي بينقل الغذاء؟ يبقى ميتلر كان سؤاله واضح، هل يا دكتور اللحاء هو فعلا اصلا اللي بينقل الغذاء؟ قلت له انت جاي تسال دلوقتي؟ ما انا قلت للعيال ان الخشب هو اللي بينقل الميه والاملاح واللحاء هو اللي بينقل الغذاء. قال لك سيبك من اللي انت قلته، بس انا عايز اعرف اصلا بقى واتاكد هل اللحاء ده هو فعلا بينقل الغذاء؟ قلت له والله يا ميتلر يعني انا عارفها كده لكن هو فعلا مش هو فعلا، والله مش عارف. قال لي يبقى لازم نتاكد. قلت له هتعمل ايه؟ قال لي والله يا دكتور هجيب ساق نبات اهو، الساق النبات اهي. قلت له ماشي يا ميتلر. قال لي يا دكتور وهجيب حشره المن، وحشره المن ده يا دكتور بيكون ليها فم ثاقب عامل زي الابره.
فهيخترق الساق النباتيه. قلت له ماشي يا متلر، وبعدين؟ قال لي يا دكتور انت عارف ان حشره المان دي حشره، فراح هتعمل ايه من الساق النباتيه؟ مش راح ترخم عليها، قال لك راح تتغذى منها، فاكيد هتحط الفم بتاعها في المكان اللي ماشي فيه الغذاء او في الانبوبه اللي ماشيه فيها الغذاء. قلت له صح يا متلر، طب هتكتشفها ازاي دي؟ قال لي والله هروح جايب الحشره دي وفاصل فمها عن جسمها، يعني اشيل فمها عن جسمها. خلاص شلت جسمها، خلاص ما عادش الجسم، شلته تمام، واخد الجزء بتاع الحته دي، اخد الحته دي كده واحطها تحت الميكروسكوب. فخد الحته دي وحطها تحت الميكروسكوب، لا ايه يا شباب؟ لا يا شباب، ان حشره المن كانت غارزه فمها في اللحاء، في انبوبه اسمها اللحاء، اللي هي اللحاء يعني، او الانبوبه الغرباليه. واللحاء ده يا دكتور كان ماشي فيه سكروز اللي هو سكر القصب، وكان ماشي فيه احماض امينيه. قلت له خلاص يا دكتور سكروز، قال لي خلاص يا دكتور سكروز واحماض امينيه ده الغذاء، والغذاء ماشي في اللحاء، اذا اللحاء هو من الغذاء. قلت له ماشي يا متر، عاش يا متر، خلاص عاش يا متر، ما شاء الله عليك، انا عارف يا متر. علماء الاحياء دول غراب، فاهم؟ ده كان نهايه الحوار الاخر يعني، اللحاء هو من الغذاء. شكرا بس خلاص، مش محتاج حاجه. طيب جه بقى العالمين رابودن وبور سنه 1945، قال له يا دكتور خلاص احنا عرفنا الحمد لله رب العالمين من متلر ان اللحاء هو اللي بينقل الغذاء. دلوقتي بقى انا عايز اعرف هل اللحاء بينقل الغذاء الى جميع اجزاء النبات ولا لا؟ يعني هل اللحاء ده بياخد الغذاء من الورقه يوديه للساق ثم للجذور، ثم مثلا لو في بذور بيوديه كل مكان يعني، ولا بحته وحته؟ قلت لهم والله مش عارف دول يعني، مش عارف، بس اكيد يعني اكيد ادام النبات عايش. قال لي لا مش اكيد، احنا علماء ومحتاجين ايه تجارب. قلت له هتعملوا ايه؟ قال لي والله يا دكتور هنجيب نبات عادي جدا، النبات ده بيكون ليه ساق واوراق وجذور، انت بقى اشطر مني بقى خلاص بقى. طيب قال لي وهنخلي الورقه دي يا دكتور تعمل عمليه البناء الضوئي. قلت له استبينا. قال لي بقى يا دكتور عشان تعمل بناء ضوئي محتاجه ايه؟ قلت له والله يا ابني محتاجه ميه واملاح معدنيه من التربه، ومحتاجه ثاني اكسيد الكربون من الهواء الجوي، فيبدا انها تكون الجلوكوز اللي هو الغذاء اللي انت عمال تتكلم عليه الله يكرمك، اللي هو الغذاء الجلوكوز اللي هو الغذاء اللي بينتقل من خلال اللحاء. ده كده كلام متلر، انتوا بقى عايزين تعرفوا اللحاء ده من الغذاء اللي جماعه زي النبات ولا لا؟ طيب هتعملوا ايه؟ قال له والله يا دكتور هنستخدم ثاني اكسيد الكربون ده في الكربون المشع السي 14. قلت لهم ليه هتستخدموا السي 14 من السي مش السي 12 العادي؟ قال لي والله يا دكتور بس هو السي 14 اللي هو النظير المشع ده يعني بالنسبه لنا كعلماء بينور في الضلمه، او يعني من الاخر بيسهل رصده تحت الميكروسكوب، يعني بنعرف نشوفه. فده يعني فكره استخدام النظير المشع. طبعا النظير المشع ده بيكون فيه زياده في عدد النيوترونات، فده فعلا ده فكره استخدام النظير المشع، ان هو بالنسبه للعلماء ان هو بينور في الضلمه، يعني فاهم، بيسهل تتبعه تحت الميكروسكوب ويسهل رصده يعني. تمام. فلما نستخدم هنا السي 14 اللي هو المشع، هيطلع لي هنا برده السي ايه 14 اللي هو المشع. تمام. قال لك وبعد ما عملنا يا دكتور البناء الضوئي بدانا ان احنا نبحث عن الكربون المشع اللي هو دلوقتي موجود في الجلوكوز، يعني لما نبحث عن الكربون المشع كأننا ببحث عن الجلوكوز. فلقيت الجلوكوز موجود في الورقه، والجلوكوز موجود في الساق، والجلوكوز موجود في الجذور. قلت لهم مين اللي نقل الجلوكوز ده؟ قال اللحاء. طب ما اللحاء كده يا دكتور نقل الغذاء، سابه في الورقه ووداه للساق ووداه للساق ووداه للجذور، اذا يا دكتور اللحاء بينقل الغذاء الى جميع اجزاء النبات. شكرا يا رابودن وبور اللي استخدموا الموضوع ده سنه 1945. شكرا يا رجاله، شكرا. تعالى بقى على ساين وكاني سنه 1961. عملوا ايه ساين وكاني؟ طبعا الحته دي انا شارحها بس هشرحها تاني. احنا طبعا دلوقتي يا شباب عرفنا آلية انتقال الماء في الأوعية الخشبية. دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف آلية انتقال الغذاء في اللحاء. طبعا انا الحته دي شارحها في المحاضره بتاعه المحاضره اللي احنا شارحينها دلوقتي اللي هي تركيب الساق، بس يعني نشرحها تاني مش مشكله. لعلك تعرف ان اللحاء بيتكون من الانابيب الغرباليه والخلايا المرافقه وخلايا برانشيميه برضو، بس ما علينا، خلينا دلوقتي بس في الايه، في الانابيب الغرباليه. سميناها غرباليه يا دكتور؟ قال لك لانها بتكون مخرمه بالشكل ده اهو، مخرمه بالشكل ده اهو، عشان كده سميناها انبوبه غرباليه. يبقى دي كده يا دكتور انبوبه غرباليه، وبتكون ميته. ليه يا دكتور ميته؟ قال لك لان ما فيهاش نواه، وما فيهاش ميتوكوندريا، ما فيهاش ميتوكوندريا يعني، وما فيهاش ريبوسومات. خلص يا دكتور. طيب امال يا دكتور بيكون فيها ايه؟ قال لك والله بيكون فيها خيوط سيتوبلازميه. الخيوط السيتوبلازميه اللي فيها دي يا دكتور بتعمل فيها حركه سيتوبلازميه،
او بنسميها بالانسياب السيتوبلازمي. تعالى كده يا دكتور ارسم لي الخطوط السيتوبلازميه والحوار الانسياب السيتوبلازمي ده. ادي الخطوط السيتوبلازميه اهي، يعني حاجه غير الازرق يا اخي، حاجه غير الازرق اهي. خطوط سيتوبلازميه اهي، خطوط سيتوبلازميه اهي، تعمل فيها حركه سيتوبلازميه اللي هو الانسياب السيتوبلازمي، عامل زي حركه التعبان اهو، تتحرك كده تتحرك كده تتحرك كده. طيب والخيوط يا دكتور بتتحرك كده بتتحرك كده، بتعمل ايه؟ قالك بتنقل الغذاء. يعني مثلا لو في جلوكوز كده تبدا الخيوط دي تتحرك كده، فتنقل الجلوكوز ده من المكان ده للمكان ده اهو، وتتحرك تاني فتنقل الجلوكوز ده من المكان ده للمكان ده، ومن المكان ده للمكان ده اهو، ومن المكان ده للمكان ده، عامل زي حركه التعبان، فاهم؟ حركه التعبان. بس دي فكره نقل الغذاء، ان الجلوكوز ينتقل من مكان لاخر عن طريق ايه؟ حركه الخيوط السيتوبلازميه. طيب يا دكتور ما هيش حركه الخيوط السيتوبلازميه دي يا دكتور محتاجه اي تي بي، محتاجه طاقه؟ قلت له اه. طب يا دكتور الاي تي بي هتجيبها منين اذا كان انت ما عندكش ميتوكوندريا؟ قال لك من خلال المرافقه. الخلايا المرافقه كان فيها نواه، وكان فيها سيتوبلازم، وكان فيها ميتوكوندريا، وكان فيها ريبوسومات، والدنيا هنا عالي، يعني الدنيا هنا عالي قوي. فاحنا هنكون الاي تي بي في الخلايا المرافقه، وهنعديها الى الانبوبه الغرباليه من خلال فتحات اسمها البلازموديزما. بلازموديزما، تمام؟ من خلال فتحات اسمها البلازموديزما نعمل بيها الايه؟ نعمل بيها الحركه السيتوبلازميه دي، تمام؟ تمام. طيب في مشكله في الكلام ده يا ابني؟ مفيش اي مشكله اصلا، الكلام ده انا كله شرحه. بس دلوقتي يا دكتور عايز اعرف هل انتقال الغذاء، او بلاش انتقال الغذاء، ايه العوامل اللي بتأثر على نقل الغذاء في اللحاء؟ يعني يا دكتور في حاجه بتقلل من نقل الغذاء وبتزود من نقل الغذاء ولا لا؟ قال لك ركز معايا. انا قلت لك يا شباب ان احنا عشان نعمل نقل غذاء في اللحاء محتاجين حركه سيتوبلازميه، او محتاجين الانسياب السيتوبلازمي. جدع. ويا دكتور الانسياب السيتوبلازمي ده عباره عن حركه، والحركه يا دكتور محتاجه طاقه، والطاقه يا دكتور محتاجه اي تي بي. ايوه يا دكتور، بقى بنجيب الاي تي بي ده منين؟ قال لك والله بنجيب الاي تي بي ده من عمليه اسمها عمليه التنفس الخلوي، او عمليه اكسده الجلوكوز. والتنفس الخلوي واكسده الجلوكوز ده يا دكتور اصلا بيتم في الميتوكوندريا، تمام؟ يعني حته عندك كده. طيب بنعمل ايه في الميتوكوندريا؟ قال لك والله نعمل تنفس او اكسده الجلوكوز، نجيب الجلوكوز C6H12 O6 ونحرقه في وجود الاكسجين فيطلع لي 38 اي تي بي، ابدا استخدمهم فين؟ في الحركه السيتوبلازميه او في الانسياب السيتوبلازمي. طيب عاوز حاجه عايز اقول لك ان عمليه التنفس الخلوي دي اللي بتتم في الميتوكوندريا بتتاثر بالانزيمات، والانزيمات يا دكتور بتتاثر بدرجه الحراره. اذا يا دكتور لو درجه الحراره عاليه، بعد كده انا جيت قللت من درجه الحراره، فده هيأثر او هيقلل من نشاط الانزيمات، فلما تقل نشاط الانزيمات يقل عمليه التنفس الخلوي، فلما تقل التنفس الخلوي يقل اكسده الجلوكوز، ولما يقل اكسده الجلوكوز يقل الاي تي بي، ولما يقل الاي تي بي تقل الحركه، وما يقل الحركه يقل الانسياب السيتوبلازمي، ولما يقل الانسياب السيتوبلازمي يقل نقل الغذاء. فبالتالي يا دكتور ايه اللي عم تاثر على درجه نقل الغذاء في اللحاء؟ في عوامل زي درجه الحراره، درجه الحراره تقل فالانزيمات هيقف، اللي انا لسه قايله لك بقى، تمام؟ الدايره دي كلها اهم حاجه تكون فاهم، يعني مش لازم تحفظها، بس اهم حاجه انك فهمت، يعني فهمت الرابطه يعني، تمام؟ او مثلا يا دكتور لو قلت الاكسجين، يعني سيبك بقى من درجه، لو قلت الاكسجين قل، فبالتالي يا دكتور ما هو الاكسجين لو قليل مش هعرف اعمل تنفس خلوي. طب لو انا ما عرفتش اعمل تنفس خلوي فبالتالي مفيش اي تي بي، فبرضه مفيش حركه، فبالتالي مفيش فبالتالي مفيش نقل غذاء في اللحاء. يبقى يا دكتور في عاملين عندنا بيأثروا على نقل الغذاء في اللحاء، الا وهو درجه الحراره وكميه او توافر الاكسجين. بس كده يا ولد عمي، عند هنا تخلص محاضرتنا اللي هي محاضره آلية انتقال الماء والاملاح في النبات، تمام؟ بس مع السلامه، واشوفك ان شاء الله رب العالمين في فيديو النقل في الانسان. يلا مع السلامه، اشوفك فيديو جديد.